السلام عليكم. وصفتنا اليوم كفتة ديال السردين مشوية في الفرن، كتجي رائعة بمكونات كتزيدها لذة. فبسم الله على بركة الله. عندي هنايا كمية ديال السردين اللي نقيته وغسلته وخليته حتى نشف مزيان من الماء، وطحنته في الهاشوار حتى حصلت على هذا الشكل هذا. يعني كنحصلوا على كفتة كتكون مطحونة مزيان، ما كيبقاوش فيها دوك الطراف كبار، يعني كفتة لينة. من بعد غنضيف ليها التوابل. عندي هنايا البزار، عندي التحميره، غنحتاج القزبور يابس والخرقوم عرق، عندي واحد 4 ضروسه كبار ديال الثومه محكوكين، عندي هنايا التحميره عفوا الكمون، وعندي الملح. ممكن تضيفوا شويه ديال الحامض مصير حتى هو مقرد رقيق. عندي هنايا كاس ديال الروز كنسلقو وكنصفيه وكنعبر واحد الكاس، ضروري يكون مصفي من الماء مزيان. وغنضيف واحد المعلقه كبيره ديال القزبور ومعدنوس مقردين رقيق. غادي نضيف الخضر. عندي هنايا البصله والفلافل الالوان اللي قردتهم رقاق، ودرت معاهم واحد الجزره محكوكه وواحد القرعه خضراء محكوكه، ودوزتهم شويه الزيت والملح في هكا في مقلاة حتى حصلت على هذا الشكل هذا. ومن بعد خليتهم حتى بردوا، عاد ضفتهم على هاد الكفته. فهاد المكونات هما اللي كيعطيونا لذه لهاد الكفته ديالنا. كنضيف كميه ديال الزيت، كتبقى اختياري زيت الزيتون او زيت نباتيه. كنخلط هاد الكفته ديالي مزيان ونحاول هاد العناصر نمزجها مع بعضها، وكنخليها ترتاح. كنغطيها بواحد الكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح واحد 10 حتى ل 15 دقيقه باش تشرب اكثر. من بعد كناخذ واحد الطاوه كنفرش فيها الورق ديال الطهي، كندهنها بالزيت، وكناخذ كميه ديال الزيت كندهن بها اليد ديالي، وتنبدا نشكل اصابع هكا ديال الكفته. ممكن ديروا كويرات او لا هكا على شكل اصابع، وكنحطوهم في الطاوه. بالنسبه لهاد الكفته راه ممكن نضيفوا لها شويه ديال الشحمه ديال الكلوه، كتكون محكوكه او لا مطحونه، كتجي حتى هي رائعه، كتزيدنا لذه في هاد الكفته وكتغير لنا المذاق، ما كيبقاش المذاق ديال السردين. صافي كنشكل هاد الكفته بهذا الشكل هذا. ملي كنكمل الكميه كامله كنعمر الطاوه ديالي وتنكمل الكميه، فكندير لها واحد الزين بسيط. كناخذ سكين اولا هاد الكوباط وكنحاول ندير خطوط من الفوق بهذا الشكل باش كتعطينا داك الشكل ديال بحال الكفته مشويه على الفحم. صافي تندخلها الفران تيكون سخون من قبل، النار من الاسفل حتى كتطيب عاده من الفوق. هنا خديت البصله والمطيشه اللي درتهم في طاوه مفروشه ورشيت عليهم شويه الملح ودخلتهم الفرن حتى تشواو. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالي. كتجينا واحد الكفته اللي فتيه ولذيذه وكتعطينا مذاق زوين، فجربوها ان شاء الله غتعجبكم.